السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد هنا على القناه. تعالوا نفتح الافتر افكت ونعرف درس النهارده اتكلم عن ايه. طبعا زي ما انتم شايفين درس النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي تحرك التكست على الباث او الماسك. فده الشكل بتاعنا النهارده اللي احنا هنعمل زيه، هنتعلم نعمله. نعمل كومب جديد، نقدر نعمل كليك يمين ونقول له نيو كومب، او نقف هنا ونقول له كنترول ان ونعمل كومبوزيشن جديد. نسميه ايه مثلا؟ فتعالوا ناخد بس الصورة اللي كانت هنا. فهنعمل صورة جديدة نقدر نجيبها بالشكل العادي بتاعنا اللي هو كليك يمين ونيو سوليد، وممكن ندوس كنترول واي على طول هيفتح لنا الاوبشن بتاع السوليد. فهنغير اللون للون ده، ونقدر نتحكم في اللون ده برضو بكل سهولة لو وقفنا على اللاير دي او اللاير اللي احنا محتاجين نعدل اللون بتاعها ودوسنا كنترول شيفت يو، سوري كنترول شيفت واي، هيفتح لنا الخصائص بتاعت اللاير ونقدر نغير منها اللون بتاع الباك جراوند زي ما احنا عايزين. فاحنا عايزين اللون ده فهنسيبه ونعمل لوك للباك جراوند عشان نسميها الاول، ونعمل لها لوك عشان ما تتحركش معانا كتير. تعالوا الاول نجيب التكست بتاعنا اللي احنا هنكتبه. فنجيب تكست ونكتب مثلا today was great day. ده التكست بتاعنا. ممكن نعمل عشان نسنتره نقدر نسنتره من الاين، ونقدر نسنتره من الاختصارات وهي كنترول هوم عشان يسنتره في النص، وكنترول الت هوم لو الانكر بوينت مش مظبوطه هيظبطها. تاني لو الشيب بتاعتنا او التكست بتاعنا مش متسنتر في النص نقدر نسنتره من كنترول هوم، ولو الانكر بوينت مش متسنتره في التكست نقدر نسنترها من كنترول الت هوم. يعني تعالوا بس نعمل مثال. دي الانكر بوينت هي مش متسنتره، عايزين نسنترها في منتصف التكست هنعمل كنترول الت هوم اتسنترت، ولو التكست مش متسنتر في النص هنعمل كنترول هوم هيسنتروه بالظبط، نقدر نعمل كل ده من اللاين. فتعالوا نكبر التكست كده. هنقف على التكست ونبتدي نجيب الماسك او لو عايزين نرسم ماسك زي ما احنا عايزين فانا هرسمه. بعد ما عملنا الماسك بتاعنا نقدر بقى نعدل عليه ونعمل كيرفات. فانا هدوس على الت وانا بضغط كليك شمال عشان يبتدي يديني الاوبشن دي، وابتدي اعدل فيها نفس الموضوع كليك شمال وانا دايس الت. يعني لو ما دوستش الت مش هيعمل معايا حاجه، هيعلمني عليها بس كده. فلو دوست الت وكليك شمال وانا دايس على الالت هيبتدي يعمل لي الكيرفات دي، هبتدي اعمل اقدر اعمل الكيرفات دي. فتعالوا بقى نروح للاوبشن ونروح للتكست وباث اوبشنز، والباث هنخليها بدل نون ماسك. فالتكست بتاعنا بقى واخد شكل الماسك بالظبط، نقدر نحركه من خلال الميرجن. فتعالوا نديله كي فريم كده، نطلعه بره الاول ونقول له كي فريم، وبعد مثلا يعني ثانيتين ولا حاجه ويجي في النص. فهنعمل F9 عشان ينعم الحركة. تعالوا نشوف اللي احنا عملناه. جميل، ده الشكل الأول بتاعنا اللي احنا عملناه. تعالوا نعمل بقى الشكل التاني. هناخد نفس التكست عشان ما نوفر وقت، ننزل بيه تحت ونخفي الأولاني. فهننزل بيه كده، هندوس على
نفتح الاوبشنز بتاعت التكست، ماسك ده هنمسحها، وهنبتدي نجيب السيركل او الاليبس تول، وهنقف بقى يعني في السنتر بتاع التكست. فلو دوسنا شيفت هتبتدي السيركل تكبر معانا او الاليبس تكبر معانا كده. لو دوسنا كنترول واحنا دايسين هتكبر معانا بالشكل ده اللي هو في السنتر بالظبط. اوكي، هو ده اللي احنا عايزينه. فزي ما عملنا في التكست اللي قبل ده، هنروح للباث اوبشنز ونخليها ماسك، هنخلي ريموف ريفرس دي عشان التكست يبقى بره مش جوه. وهو كده كده متحرك لوحده. تعالوا ننسخ الكيفريمات اللي هنا عشان يوفر لنا وقت. جميل. تعالوا بقى نروح هنضيف حاجة بس كمان. احنا اخدنا طبعا التوكي فريم اللي هنا عشان يعني نوفر وقت على نفسنا. هنروح من الانيميت وهنقول له اوباسيتي، وهنفتح الاوباسيتي هنخليها الاول يعني عشان هي مش هتشتغل طالما احنا مش عاملينها من الاوباسيتي، ما خليناهاش زيرو وبعدين اشتغلنا على الكي فريم، مش هتشتغل معانا. يعني لو جينا عملنا كده هنلاقيها مش بتظهر معانا اي حاجه. فاتاكد ان انت الاوباسيتي مخليها زيرو. وممكن نعمل كي فريم ونروح برضو في ثانيتين ونقول له 100 او 100، وهنروح نعمل كي فريم او نعمل ايز او F9 زي ما انت عايز، وفي زي ما انت عايز. فتعالوا نشوف ايه اللي اتعمل. واو، يعني هو جامد، بس عشان التكست احنا عاكسينه هو المفروض يبقى بادئ كده. فعادي ممكن نخش على الاوبشنز بتاعت التكست ونعدله بحيث ان هو ما يبقاش. تعالوا في الاخر بس ونعدله كده عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بس وده. تعالوا نفتح نظهر التاني برضو، ننقل ده تحت شوية، نغير التكست ده لون التكست خليه كده. وممكن نضيف له بقى يعني شوية حبشتكنات كده في الآخر دروب شادو. التاني نفس الموضوع. دي بقى يعني حاجات اللي هو يعني بتكمل السين بتاعك، بتشوف يعني ايه الحاجة اللي ممكن تميزه تخليه يعني مختلف، مش الحاجة النورمال قوي او الاريا قوي اللي هي معتادين عليها. بس ده كان درس النهاردة. أتمنى إن الدرس كان سهل وبسيط وسلس عليكم، وأتمنى إنكم تكونوا استفدتوا فعلا من الشرح ده. ولو في أي أسئلة عايزين تقولوها لي سيبولي تحت في الكومنتات، وإن شاء الله هرد عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وشير للقناة عشان الناس كلها تستفيد من اللي احنا بنقدمه هنا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.